إنيستا مدرب المنتخب المغربي مستقبلا، خبر صحيح ولا خبر كاذب ولا خبر فاشل؟ ولا هذا اللي تيقول هذا الخبر ولا تينقل هذا الخبر انه صراحه ما عندوش واحد العقل، عنده واحد الخرشاشه في راسو. المهم غنتعرفوا الاخوان على كل شيء منذ البدايه حتى النهايه. والموضوع الثاني اللي هو مهم الاخوان اللي بغيت نتكلم عليه، وهما بعض المغاربه خارجين لينا ان السنغال غيتم المعاقبه ديالها، ان السنغال غيسحبوا ليها الكاس ديالها، ان المغرب غيرجع الكاس ديالو ديال كاس افريقيا، ان السنغال ظلماتنا وخاصها تتعاقب. هذاك الشيء كامل حنا لا يهمنا. حنايا كنبغيو ناخذوا الكاس بجداره واستحقاق. شي دابا يجيبوا لي الكاس انا نقول لهم ديو عليا هذا الوسخ هذا، ما بقيتش باغيه. اما جيبوه لي بجداره واستحقاق ونشد ونفرح به بجداره واستحقاق. شفتي حنا كمغاربه كون خديناه بالطريقه اللي خداتو السنغال ما نفرحوش به، شي الطريقه اللي خداتو بها السنغال كون خداتو المغرب بها ما نفرحوش به. علاش حنا خاصنا ناخذو بجداره واستحقاق؟ حنا في النهايه خاصنا نعطيهم 3-0، نخرجوا مرفوعين الراس ب 3-0. حتى هذيك ضربه الجزاء كاع كنت سجلات ما فيهاش الحلاوه. الحلاوه هي 3-0 4-0. لهذا صراحه الناس اللي كتقول لك هما غيوقفوهم، هما غادي يعاقبوهم، هما غادي يسحبوا لهم الكاس، هما غيرجعوا الكاس، كتضحكوا على المغاربه. والمغاربه صراحه ما كيتيقوش فيكم، فهمتيني؟ غير كتبقاو تتكلموا في كلام فارغ جدا. باش نكونوا واقعيين، حنايا ما عندنا ما نديروا بهذاك الكاس. ان شاء الله مستقبلا ناخذوه بجداره واستحقاق. اما تجيو دابا تقولوا لي هما يرجعوا لك الكاس، راه كتضحك على الناس، كتضحك على الناس اصاحبي. وكتبغي تجيب المشاهدات ولا كتبغي دير فيلم وتخترق لنا مسلسل. ما عندنا ما نديرو حنا بالافلام، ما عندنا ما نديرو بالمسلسلات. هذوك الافلام والمسلسلات ديرهم مع العائله ديالك، تكلم مع العائله ديالك، ماشي تبقى تعطيهم للجمهور وانت عندك صفحه تبقى تنشر لهم ولا قناه تبقى تنشر لهم الاكاذيب والخرافات. حنا هادشي لا يهمنا. السنغاليين صافي فرحوا مع الشعب ديالهم، الله يسهل عليهم. حنا كاع كون خدينا بالطريقه ديال السنغال قلت لك راه ما نفرحوش. انت كتقول لي غادي يوقفوا ليهم يعاقبوهم يجيبوا لهم الكاس. انا كاع داك البيان ديال الجامعه المغربيه ولا البيان ديال الكاف ولا البيان ديال الفيفا، هذاك الشيء كامل ماشي للمغرب، ماشي للجمهور المغربي ولا المغرب، هذاك الشيء للكاف، باش السنوات المقبله ما يبقاوش يعاودوا يكرروا هذا الشيء اللي داروه في المغرب، باش يبينوا لجميع المنتخبات. اما حنا كمغاربه لا يهمنا داك الشيء، لا يهمنا بصفه نهائيه. هذا اخر مره نسمع شي واحد انا جبت لكم خبر رائع، ها هو الكاس غادي يرجع، هذاك الشيء تخربيق، تخربيق. باش نكونوا واقعيين نحطوا النقاط على الحروف. الموضوع الثاني ان انيستا قال لك انه غادي يدرب المنتخب المغربي، خبر كاذب وخبر لا اساس له من الصحه. وصراحه هذا اللي فكر يجيب انيستا قبل من المباراه الاخوان ديال كاس افريقيا، يجيبوا الجامعه المغربيه الا كيولي طاقم تقني تما، يولي المهم واحد العضو في الجامعه المغربيه باش يقدم كفاءات. اشنو غيقدم لنا انيستا؟ حنا بغينا كفاءات مغربيه. هذا اللي فكر يجيب انيستا راه صراحه الا كان القشع راه قجا وليتي فاشل في هذه النقطه هذه. كيفاش كاس افريقيا باقي له 3 ايام وانت طارح هذا الخبر هذا ديال غادي يجي للجامعه المغربيه؟ نشراتو هي سبريس 3 ايام هذه باش نشراتو قبل النهائي ديال كاس افريقيا. اذا صراحه الاخوه اللي كيفكر بهذا التفكير هذا راه تيشكل خطر حتى على النهائي. الاخوان وليد ركراكي يمكن لا تشوش كاع علاش باغيين يعيطوا لانيستا. ولا نقولها لكم من الاخير الاخوه، افضل مدرب هو طارق السكيتيوي. بغيتو توصلوا نصف النهائي ديال كاس العالم جيبوا طارق السكيتيوي. راه شفنا الاخوان في الاولمبياد راه ربح الارجنتين ب2-1، اوكرانيا ربحها ب2-1، العراق عطاها 3-0، ميريكان عطاها 4-0، مصر عطاها 6-0، وخسرنا في نصف النهائي مع اسبانيا. والسبب ديال وليد الركراكي انه جا عن طريق السكيتيوي وعطاهم خطه دفاعيه. كون خليه يكمل بالطريقه ديال وليد الركراكي وراه خد الميداليه الذهبيه في الاولمبياد ديال باريس. الشان كذلك انه فاز بكاس ديال الشان. كاس العرب عنده واحد اللاعبين لا باس بهم وفاز بكاس العرب، فاز على المنتخبات الكبيره، الاردن، فهمتيني؟ منتخبات اللي لاعبين بالاساسيين ديالها. اذا صراحه بغيتو تمشيو مزيان في كاس العالم جيبوا طارق السكيتيوي. بغيتي تخلي وليد الركراكي راه كلشي بان، الخطه ديالو 4-1 4-1. جميع المدربين درسوا وليد الركراكي. اذا المنتخب المغربي ما غيمشي فيه علاش تدرس عنده طريق، درسوه عرفوا القوالب وعرفوا التكنيك ديالو. انيستا غير صالح، ما تعرفش اللاعبين، خاصو يجي عاد يعرف اللاعبين عاد هادي وما صالحش لينا. حنا بغينا طاقم تقني مغربي، طاقم تقني مغربي. باش نكونوا واقعيين نحطوا النقاط على الحروف. ولا ما جبتوش طريق السكيتيوي راه ما عندكم فين تمشيو. وليد الركراكي غادي تخرجوا من دور المجموعات، لا غادي توصلوا ربع النهائي وتخرجوا. علاش التكتيك ديالو بان، باش نكونوا واقعيين. وتبارك الله عليكم، الله يعاون.